هل تعادل الجونة مع الزمالك طبيعي؟ هل لعيبة الزمالك والأنانية اللي هم فيها دول حاجة طبيعية أو وضع مبني عليه النادي من أول ما اتنشأ؟ كل القصة إنك كل ما بتيجي تجيب لعيب جديد بتجيب لعيب من نفس المدرسة بتاعتك. طبعا أنت مدرسة الفن والهندسة فبيجيب لعيب مهاري، فطبعا اللعيب المهاري عشان يثبت نفسه لازم يكون مهاري، والكورة ما بتعتمدش مهارة بس، فلازم يكون مهاري ويكون كمان هداف. فاللعيب ده بيتصاب، فاللعيب ده بيرجع من إصابة ومن بعد أكتر من حوار كان حصل له، فاللعيب ده بينزل بديل، فاللعيب ده يضيع عليك فوز. هو كل اللعيبة بتشيل معاه تعادل، إن هو مش تعادل، هو خسارة للزمالك، لأن الزمالك حاليا في سباق الصدارة. فعلا إن الأهلي راجع من بعيد، لكن الزمالك لو نزل من المركز الأول مش هيطلعوا تاني، مش هيشموا يعني. ده المعروف، ولاعيبة الزمالك لازم تعرف كده، والزملكاوية كل المشجعين اللي بيشجع على الزمالك على مر العصور عارفة إن الزمالك لما بينزل مش بيشموا أصلا تاني. لعيبة الزمالك بكل أنانية ضيعوا النهاردة الفوز. لما تتاح الفرصة مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة واللعيبة في قمة الأنانية، كله عايز يسجل هدف، كأنه الهدف لو ما تسجلش اسمه مش هتسجل للزمالك. شيكو بنزا أول ما نزل عمل أكتر من فرصة، تمام، شكرا، فعلا انت لعيب موهوب، لعيب سريع مهاري، لكن فينش ضعيف. ومش لازم يا سيدي تعمل كل حاجة في الكورة، يعني مش ما عندناش غيرك. مثلا دفاع الزمالك ده اللي حكايته حكاية، يعني حكايته حكاية فعلا. دفاع الزمالك طول المباراة أنا مش عارف مين تبع مين، ولا دول أربعة ولا ثلاثة ولا خمسة ولا مين بيهاجم منهم. فجأة بلاقيهم قدام، وفجأة مش بنلاقي دفاع في الهجمة المرتدة. أنا بهاجمهم؟ لا، ده فعلا اللي حصل النهارده في مباراة الجونة، لما حسام عبد المجيد قبل ما لاعب الجونة يسجل هدف، حسام عبد المجيد يكون واقف جنب اللاعب، فجأة يرجع خطوتين لورا، فجأة يسيب اللاعب خالص ويروح يضغط على اللاعب الثاني، هو ومدافع ثاني من الزمالك، هم الاثنين يروحوا يضغطوا ويسيبوا اللاعب اللي جاب الهدف. ده تحليل الهدف بالمختصر المفيد. حسام عبد المجيد يشيل هدف لما المدافع في بداية المباراة الكرة راجعة وعالية، واحنا لسه في بداية المباراة وبنقول يا هادي يا رب استر، واحنا عارفين يعني ان الزمالك ما بيعرفش يمسك نفسه في المركز الاول ومرتاحين في الموضوع ده، لكن الكرة راجعة وهادية وبنقول يا رب استر يا ساتر. وبداية المباراة والمدافع يقلش الكرة ورجله، يا عم الكرة عالية، صدرك براسك، ريحها لجنبك، ريحها للحارس، يعني مش مستاهله الفكره دي كلها انك تلف وتقلش وشكلك يبقى بايخ، شكلك فعلا يبقى بايخ. نص الملعب ودونجا اللي الكل انتقده، دونجا النهارده عمل مباراه اسطوريه، اسطوريه بما تعنيه الكلمه من معاني، لكن نتفاجأ ان انت ما عندكش ديفندر غير دونجا، ويروح يانيك فييرا مطلع دونجا. طيب فضيه نص الملعب، يروح حسام عبد المجيد يسيب اللاعب بتاع الجون يروح يضغط على لاعب تاني، هو ولاعب تاني، ويسيبه ده لوحده يروح يسدد هدف. مفيش اجمل من كده على فكره، ياخد هدف الجوله ويستحق. واللاعب اللي سجل هدف ده بالوضع ده كان يستحق رأي المباراة، واخدها حارس مرمى الجونة ويستحقها لأنه اختبر في كرات كتير. ده شيكو بنزل لوحده الكرة اللي ضيعها قدامه يخلوه أفضل لاعب في المباراة في الدقائق الأخيرة اللي نزلها. لما تكتشف إن عندك الطبيعي، أنا بقول أنا لو اتصاب مني دونجا هلعب بمين؟ بقعد أفكر، طيب دونجا لو اتصاب انا هلعب مين؟ ما عنديش. دونجا ما ينفعش يطلع من الملعب غير هو متصاب، هيبقى الموضوع قضاء وقدر وغصب، لكن انت ما عندكش ديفندر، انت بتريحه عشان مباراة الاهلي فتتعادل في المباراة دي فتدخل بنكسة مباراة الاهلي؟ لا طبعا. انت بتراضيني ولا بتراضي نفسك؟ ولا انت فاكرني افرح لو انت فزت على الاهلي وانت مش عارف تفوز على الفرق العادية؟ ليس تقليلا من اي نادي، لكن انت بالكواليتي اللي عندك بالنسبة لهم دول عاديين، اقل منك بحاجات
قريبة خالص، لكن مش زيك، مش هم انت، مش هم لعيبة الزمالك، مش هم اللعيبة اللي دفعت فيها دولارات، مش هم اللعيبة اللي, اللي مش عارفين يمثلوا تيشيرت الزمالك. لعيبة الجون عندها روح وعندها عزيمة كده، وفي كده اللعيب فيه روح عنده كده عن لعيبة الزمالك كده. لعيبة الزمالك عملوا مباراة، دي مباراة إيه؟ يا عم انت بتعمل كل حاجة في الكرة، انا معاك وكل حاجة وبرافو وكل الدنيا تمام، لكن انت بترقص، بتباصي، بتحضر، اللي عند الجون انت مش ايجابي قدام الجون. ده الهدف اللي جه نصر ماهر مش عارفين انه ازاي رفعها، ولا علي الدباغ الكرة اتعادت 3 4 5 6 7 مرات طول المباراة، مش عارفين يجيبها بأنهي حتة في جسمه، بس هو اتسطرت والهدف جه. لكن انت قدام المرمى سيء، مفيش ايجابيه على الجون خالص. طب انت ايه شغلانتك؟ بتعرف تحضر؟ طب برافو. تستخلص لي بسرعه؟ شكرا. الكرة بتقعد في رجلك أطول وقت ممكن، كويس. الخصم بيلحقش يحضر، فالكرة بتتقطع منه بالضغط العالي والضغط المتقدم اللي أنت عامله، برضه شكرا. لكن إن أنت قدام الجون مش عارف تخلص، يا عم أنت الزمالك، أنت الزمالك يا عمي، أنت الزمالك. هتفوق إمتى؟ طيب إمتى يعني هتفوق يعني؟ فهمني، لو عندك وقت هتفوق فيه قول لي، طيب وأنا هستناه. في إيه؟ لعيبة الزمالك ناسية إن هي الزمالك.